اسمي محمد سلطان عبده. أنا من عمال الشركة الدولية للمنتجات الورقية ومواد التعبئة أنكوباب. أنا بشكر موقع يقين لأن الموقع ده متابعنا من أول المشكلة، والقائمين عليه ناس مجتهدين جدا وكتير حاولوا يساعدونا إعلاميا. فأنا دلوقتي للأسف لحد النهاردة مشكلتي ما اتحلتش، لحد النهاردة أنا بنادي بإعادة تشغيل المصنع، لحد النهاردة أنا بقول للدولة المستثمر اللي سابك وهرب بعد ما اديتيله كل الدعم يا نظام يا ماسك الحكم، أنا النهاردة بقول لك عايزين نشغل المصنع. 1500 مصنع واقفين، 25 مليون نسمة. المصانع دي ال 1500 مصنع دول فيهم عمال، كله عامل عنده أسرة من فرد واثنين وثلاثة وأربعة. المصانع اللي وقفت دي مش هتدور إلا بإدارات ذاتية ودعم من الدولة، لجان من وزارة الصناعة وهيئة الاستثمار ووزارة القوى العاملة. اللجان دي تنزل للمصانع اللي وقفت دي وتشوفها محتاجة ايه وتساعدها على انها تدور. لكن للأسف طول ما انتوا قاعدين في مكاتبكم وطول ما احنا في الشوارع وطول ما بتتهمني ان انا مطلبي مطلب فئوي، انت لحد النهارده مش عايز تفهم ان انا مطلبي مش فئوي، انا مطلبي مطلب اقتصاد دولة. ال 1500 مصنع اللي كانوا شغالين دول، انا واحد من الناس مصنعي كان عجلة الانتاج دورة الانتاج بتاعته كانت 22 مليون جنيه في الشهر. دلوقتي انت النهارده ال 22 مليون جنيه دول مش موجودين يا بيه. ال 22 مليون جنيه كانوا مضخوخين في اقتصاد دولتك. فللاسف انت مش عايز تفهم. 1500 مصنع وقفوا، عجله انتاج وقفت، انت حضرتك واقف بتتفرج علينا ليه؟ واقف بتتفرج علينا ليه؟ ساعدنا، انتدب لجنه من الوزارات بتاعتك ومؤسسات الدوله العامله تقف تساعدنا وتدور علينا وتدعمنا في المشروع اللي احنا بنتكلم عليه، الإدارة الذاتية للمصانع المتوقفة اللي هرب مستثمرين أصحابها أو اللي رجال أعمال مش عايزين يشغلوها. هل مشكلتكم هل هي مشكلة يتحرك اللي هو النظام أم تستوجب تشريع خاص؟ تستوجب الاثنين، تشريع خاص وتحرك النظام. التشريع الخاص هو إنك تحدد فيه شكل العلاقة ما بين العامل وصاحب المنشأة أو بين العامل والمستثمر اللي حضرتك بتدعمه، شكل الدعم اللي هتديهوله وشكل العائد اللي على العامل. ما تتكلمش حضرتك في علاوة 7 و10% لأن ده مش دعم، ده حق العامل. والمستثمر المفروض إن هو لما بيديله علاوة بيرفع ثمن المنتج وربحه، فما بيديلوش من جيبه. فلازم حضرتك توجد التشريع اللي ما يوصلش عامل زي ما مصنعه يقف لايص مش عارف يفكر ولا عارف يوصل لحل. لازم حضرتك توجد التشريع. النقطة الثانية هو دور الدولة، المنظمات المؤسسات الدولة اللي موجودة، وزارة القوى العاملة، هيئة الاستثمار، وزارة الصناعة، وزارة العدل، النائب العام، كل ده يعمل لجنة تسموها زي ما تسموه لجنة إنقاذ المصانع المتعثرة أو المتوقفة أيا كان المسمى، وتشوفوا ظروف المصانع دي وقفت ليه والعمال اللي فيها يساعدوكوا وعايزين يدعموكوا، وبكده ندور عجلة الانتاج. زياد بكري، محامي وواحد من فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. مطلوب تعديل شامل لمنظومة التشريعات العمالية أو التحكم في علاقات العمل. قانون الحريات النقابية يتم إقراره، يتم تعديل قانون العمل إن هو يوفر الحماية الكافية للعمال، لأن الحقيقة هو بيستخدم للتنكيل بالعمال. قانون العمل في الوقت الحالي أكبر أداة للتنكيل بالعمال وإهدار حقوق عمال مصر. احنا محتاجين ان تعدل تشريعيا، ومحتاجين ان الدولة يكون لها دور تجاه عمالها ان هي تحميهم تجاه المستثمرين، لان هي في النهاية بتمنحهم ضمانات وحافز استثمار كبيرة عشان يجوا يشغلوا عمال مصر. طب اذا كانوا بيجوا ينتهكوا حقوق مصر، احنا ليه بنمنحهم الامتيازات الكبيرة دي؟ تمام. برضو بنطلب من الدولة ان هي توفر للعمال حق التشغيل الذاتي للمنشآت في ظل تهرب أصحاب الأعمال من إدارة المنشأة بعد الاستفادة من ضمانات وحافز الاستثمار وبيع فرق الأسعار بين الأرض وقت ما أخذها أرض المشروع وبعد ما بيبيعها بعد فترة. الموضوع تحول لتجارة، أرض مصر بتتاجر فيها بحجة الاستثمار، عمال مصر وحقوقهم بتنتهك بحجة الاستثمار، والدولة غلى يدها وغض البصر عنها. حسن علي مصطفى، أحد العاملين بشركة قارون للبترول. المشكلة الأولى 770 عامل لم يتم تعيينهم. آخر مشكلة سبب اعتصامنا هو الآتي: قدوم 22 فتاة أو كشف ب 22 باراشوت جم الشركة الأسبوع اللي فات أو اللي قبله من أسبوعين. في العمال أنا بقالي 12 سنة في الشركة ما تعينتش بصرف النظر عني. في زي كده 770 عامل زيي. ال 22 اللي جم دول دخلوا الشركة بيصبحوا علينا صباح الخير احنا زمايلكم متعينين، ما نعرفش دول مين. ده سبب اعتصامنا، ومطلبنا الرئيسي هو تعيين ال 770 عامل دول، ونعرف ليه الهيئة المصرية العامة
للبترول متواطئة مع السيد رئيس الشركة بتاعتنا وما حاسبوهوش نظرا لأنه يخالف جميع المواد والفقرات الخاصة بتعيين العمالة المصرية.